اهلا وسهلا بحضراتكم، الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي البطوله الافريقيه التاسعه. قفشه لطشها والاهلي نتشها، ده عنوان المباراه النهائيه لبطوله افريقيا. والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وهارد لك لجماهير نادي الزمالك. قدم مباراه قويه، وبصراحه الهدف اللي جابه شيكابالا في المباراه ده لوحده يعني في حد ذاته كان لقطه مضيئة في المباراة، ومن أجمل الأهداف اللي ممكن تشوفها في عالم كرة القدم. لكن الجون بقى والهدف اللي أحرزه قفشة ده بقى من أجمل وأغلى الأهداف اللي ممكن تشوفها وما تنساهاش على مدار تاريخ النادي الأهلي، لأغلى بطولة عند النادي الأهلي اللي فضلت حوالي 7 أو 8 سنين بعيدة عن النادي الأهلي، وكانت فعلا بطولة غالية للنادي الأهلي، وكانت بطولة مستعصية. والأجمل لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي ان هي جت برضو على حساب المنافس التقليدي نادي الزمالك. والبطوله دي مش بطوله عاديه، دي بطوله بتفتح 4 بطولات قادمه، وهي بطوله كاس العالم للانديه وكاس السوبر وبطولات تانية اخرى كتير. بهني جماهير النادي الاهلي، وعايز اقول النقطه الاهم اللي كانت في المباراه وسبب فوز النادي الاهلي على الزمالك. زي ما احنا شايفين الزمالك كان بيستحوذ على الكوره طوال الشوط الاول، ودي كان فكر موسيماني انه يخلي الزمالك يستنفذ قوته كلها البدنيه في الشوط الاولاني واول 15 دقيقه من الشوط الثاني، ويبدا هو عشان عارف ان النادي الاهلي جاهز بدنيا ويقدر يكمل المباراه حتى لو وصلت لوقت اضافي. كنت هتستمتع بكرة النادي الأهلي فعلا، وكنت هتلاقي النادي الأهلي ده واقف على رجله، لأن فعلا ظهر إن مستوى اللياقة البدنية عند النادي الأهلي اكتر بكتير من عند نادي الزمالك. وده كان فكر موسيماني واللي خلى جماهير الاهلي كلها تقعد قلقانه طوال المباراه بعد ما احرز الهدف الاول، ومن اول الدقيقه 6 والزمالك ضاغط على النادي الاهلي. وطبعا الضغط ده بيستنفذ مجهود كبير وبيستنفذ رصيد اللياقه البدنيه اللي موجوده عند لعيب الزمالك، وده كان فكر موسيماني ان هو يستنفذ اللياقه البدنيه. وبعد كده تلاحظ في هجمات النادي الاهلي في الشوط الثاني ان هي فيها شراسه وفيها قوه وفيها يعني ايجابيه على المرمى، وشفناه في هدف قفشه، وهو ده من الاسباب الرئيسيه لفكر موسيماني، لانه طبعا معاه مدرب احمال مش ممكن النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي تخفي دوره خالص، لانه فعلا ظهر ان مستوى اللياقه البدنيه عند لاعبي النادي الاهلي مستوى عالي جدا جدا جدا. وانا ببارك لجماهير النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الفوز بالبطوله الافريقيه التاسعه، ومن حقكم تفرحوا ومن حق الزمالك ما يزعلش. قدم مباراه قويه وكان ند كبير للنادي الاهلي، وكان زي ما قلت في فيديو قبل كده كان ممكن مكان الفائز يكون خاسر ومكان الخاسر يكون فايز، وعايزين الروح الرياضيه تسود. ونادي الزمالك يقول للنادي الاهلي الف مبروك، نادي الاهلي يقول له هارد لك، قدمت مباراه قويه وعندك جيل لابد ان انت تحافظ عليه. صراحه عنده لعيبه لابد ان هو يحافظ عليها للايام القادمه. والاهلي مع التدعيمات اللي هتزيد للنادي الاهلي هتزيده قوه في الايام القادمه. يعني هو عارف المراكز اللي هي ناقصه. وصراحه انا عايز اشكر ايمن اشرف وياسر ابراهيم، لان دول كانوا نقطه ضعف في النادي الاهلي وما زالوا هي نقطه نقل الكوره او بناء الهجمه من تحت غايب عنهم، لكن فدائيتهم وحماستهم طوال المباراه خلت مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك الكبير ما نشوفوش طوال المباراه، ولا اشرف بن شرقي نشوفه طوال المباراه. صراحه ياسر ابراهيم حط مصطفى محمد في جيبه، وايمن اشرف يعتبر حط بن شرقي ايضا في جيبه، وما ظهرش بالصوره اللي المفروض بيظهروا عليها ثلاثي الهجوم الخطير لنادي الزمالك. فعلا بهني النادي الاهلي، والف الف مبروك للاهلي وجماهير النادي الاهلي. وهسيب حضراتكم بقى مع متعة كرة القدم الحقيقية، وهي الأهداف اللي بتحلي مباريات كرة القدم، وخصوصا لما بتكون من عرضية نموذجية ولا أروع من كده مقوصة من علي معلول. ما تلاقيش أي صعوبة لأي مهاجم إن هو ممكن يدخل بس يحط فيها راسه ويحرز الهدف الأول زي ما عمرو السولية عمل كده بالظبط. فرحة مبكرة للاعبي النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في الدقيقة 5 أو 6، واحتكاك بسيط من شيكابالا ومجدي قفشة بينتهي باعتذار لطيف من شيكابالا لمجدي قفشة، ومجدي قفشة بيقول له مفيش حاجة يا كابتن ولا هتكلم ولا هفتح بوقي.
وهي دي الروح اللي احنا عايزين نشوفها بين كبيري القاره بعد الجو المسموم اللي خلقه بعض الساده الاعلاميين بين كبيري القاره اللي بيصدروا المتعه الحقيقيه لكره القدم في افريقيا والوطن العربي كله. والكوره بتتنقل بقى دلوقتي من الشناوي لمجدي قفشه اللي بيعدي بكوبري جميل قوي لطارق حامد، والكوبري بقى ده اللي بيقولوا عليه بيجيب صداع، لكن الكوره اتقطعت والشيكابالا وبعدين بترد الاسلام جابر. اسلام جابر هنا بيعدلها وبيشوط شوطه جامده بتخبط في حمدي فتحي وبتطلع الى ضربه ركنيه، وهنا شيكابالا بيمر من ناحيه الشمال بكل بساطه على شماله وبيعدلها، وهي دي لعبتك يا شيكابالا، وجول وجون جون 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 عالمي، جون عالمي. هو في كده يا جماعه؟ هو في كده يا جماعه؟ هو في كده؟ لا ولا اروع والله ولا اروع. شيكابالا شيكابالا ده لو حافظ على موهبته وحافظ على المهاره بتاعته كان زمانه في حته تانية خالص. في لعيبه ما عندهاش ربع مهاره شيكابالا دي، بس عندها دماغ وواصله المكانه دلوقتي لمكانه عالميه كل الناس بتحلم بيها. ففعلا شيكابالا كان موهبه كرويه، خساره ان هو ما قدرش يستغلها احسن استغلال في عالم كره القدم. والكره هنا بترد من على اجاي اللي بيعدلها عليه معلول اللي بيصلح لشحات، شحات كره القائم يا جماعه، وهدف ضائع، هدف ضائع، هدف الاهلي ممكن يندم عليه كتير جدا. وهنا برضه قفشه من على بره ال 18 بيسدد كوره بترد هنا لاحمد السيد زيزو، احمد السيد زيزو بيعدلها وبيشوط ووبا في القائم، في القائم يا جماعه. والله كوره جميله جدا جدا من احمد السيد زيزو. وهنا بنشوف تغيير جيراردو مكان اجاييه. جيراردو عنده سرعات وعنده اختراقات، وهنا احمد سيد زيزو بيعدي ده بن شرقي ومعاه ياسر ابراهيم او ايمن اشرف، بس احتكاك عادي بسيط بيمر بسلام، والحكم بيقول العب مشي اللعب. وهنا محمود علاء بيطلع كوره من خارج ال 18 اماميه لمجدي قفشه اللي بيعدلها بوم 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 بوم، هدف عالمي. بصوا يعني شيكابالا جاب هنا هدف عالمي، مجدي قفشه رد عليه وقال له برضو انا اقدر اجيب هدف عالمي يا شيكا، عدله وسنده ومن مره واحده وعلى الطاير وفيرست تايم. كوره بقالنا كتير قوي ما شفناهاش يا جماعه، كوره بقالنا كتير قوي ما شفناش كوره ممتعه زي الكوره اللي احنا شفناها من مجدي قفشه الكوره اللي فاتت دي.